عرف نفسك introduce yourself. أول وأهم سؤال هتتسأله في أي منحة ولأي شغل أو أي وظيفة في أي مكان وفي أي دولة، في 51% من الحالات الانطباع الأول هل أنت أصلا مناسب للوظيفة دي أو لا هيتاخد خلال أول 5 دقايق من الانترفيو، وخلال ربع ساعة 90% من الحالات هيكون اوريدي قرار اتاخد أنت هتتقبل ولا لا. عادة إجابتك لازم تتضمن 5 أجزاء رئيسية. هتبدأ بحاجة مميزة عن نفسك وهتنهي بحاجة مميزة عن نفسك، وتاني حاجة دايما هيبقى شغلك الحالي أو الحاضر، الجزء الثالث هيبقى عن الماضي أو الخبرات السابقة، والجزء الرابع دايما عن المستقبل أو التطلعات من خلال الشغل اللي أنت بتقدم عليه أو المنحة. الجزء الأول هي ميزة أو أكتر حاجة أنت بتفخر بيها عن نفسك، يعني مثلا أنت أول وأصغر منسق مشروع في المؤسسة الفلانية على مستوى الوطن العربي، حاجة مميزة زي دي. لو الحاجة دي اوريدي مش موجودة مش مشكلة، ما تقلقش، ادخل على طول على الجانب الثاني أو ابدأ أنت بالجزء الثاني، شغلك الحالي أو وظيفتك الحالية. بتقول شغلك الحالي ولكن دايما ضيف عليه جانب اهتمامك الرئيسي في مجالك العملي، يعني مثلا قول على نفسك مثلا انت منسق المشروع الصحي في المؤسسه الفلانيه، وان انت بتركز في شغلك عن مثلا الجوده وسلامه المرضى، او ان انت مثلا بتركز على الهيلث فاينانس مثلا الاقتصاديات الصحيه، حاجه زي كده. ايه شغلك او المجال الرئيسي بتاعك؟ الجزء الثالث بيبقى عن الخبرات السابقه، حاول تجمعها ما تقولهاش واحده واحده، يعني مثلا تقول انك عندك 10 سنين مثلا خبره في المجال الفلاني، اشتغلت في مؤسسات كبيره دوليه زي، وتعدهم 1 2 3 4، تقول اسامي المؤسسات دي. لو انت مثلا بتدي تريننجز او كلام من دوت، تقول مثلا انك اعطيت تريننج عدد ساعات قد كده، 100 ساعه اجماليه من التدريب او 200 ساعه لعدد اشخاص قد كده، خلينا نقول 1000 او 2000 في عدد دول مختلفه مثلا من 6 جنسيات مختلفه وهكذا. فحاول خبراتك السابقه تجمعها من خلال ارقام تشد وتجذب الشخص اللي قدامك وتقول له انك شخص مميز وعندك خبرات سابقه كتير. فانت على حسب بتصيغها ازاي، ده جزء مهم جدا 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 على الانطباع العام عن خبراتك. هتيجي للجزء الثالث وهو تطلعاتك للمستقبل. هتقولي ده بدري قوي ان انا اقوله، لا هو ده برضو وقته الصح. انت بتقول ان انت نتيجه للخبرات السابقه وقلت وظيفتك الحاليه، تطلعاتك المستقبليه انك مثلا عايز يكون ليك دور في تغيير النظام الصحي على مستوى الوطن العربي، وعلشان كده انت متحمس جدا انك تقدم مثلا للوظيفه الفلانيه مع المؤسسه الفلانيه في الوقت الحالي، علشان هو ده التراك الصح او الخطوه الصح بالنسبه للكارير بتاعك في الوقت الحالي. في النهايه بتحاول دايما برضو تنهي بحاجه مميزه. حاول مثلا تقول حاجه زي والله انت دايما بتحاول توصل لاعلى درجه من الدقه او من الجوده في الشغل بتاعك، ولذلك تم تكريمك مثلا في شركات سابقه، وتذكر مثلا اسامي التكريمات اللي اخذتها. تقول مثلا انك مهتم جدا بنشر العلم على مستوى او نطاق اوسع، ولذلك شاركت في مؤتمرات كذا وكذا وكذا، وحصلت مثلا على افضل بوستر افضل برزنتيشن وهكذا في احد المؤتمرات. فبرضه بتنهي بحاجه مميزه. لو عملت الخلطه دي لازم تعملها خلال من دقيقتين ل3 فقط، فلازم تتدرب عليها كويس جدا، وحاول تسيب وقت او براح ليهم ان هم يسالوك اسئله بخصوص اللي انت هتقدم فيه نفسك ده، لان غالبا زي ما قلنا هم هياخدوا القرار مباشره بعد ما انت تقدم نفسك، ويسالوا كام سؤال بس فولو اب عليه. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.